الكلمة الآن إلى كما يلقب في الشارع الكويتي والشارع السياسي إلى الرجل السياسي الحكيم. إنه الحكيم مرزوق الحبيني الذي قيل فيه الكثير والكثير والكثير. وأنا صراحة يوم اليوم كتبت هذه المقدمة عجزت من وين أبدأ. يمكن أنا شخصيا ما عاشرت أبو هاني، ولكن اللي سمعته عن أبو هاني في خلال السنوات والمواقف السياسية وقارنتها الآن هي المواقف لم تتبدل، وهي الثوابت لم تتبدل، وهي المبادئ التي لم تتجزأ. فالكلمة الآن إلى الحكيم مرزوق الحبيني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة، أهلا بكم في مقركم، ويشهد الله أن تواجدكم ووجودكم معنا في هذه الليلة لهو شيء كبير ورصيد نستفيد منه ونعتز فيه. على العهد باقون، هذا هو شعارنا الذي ارتضيناه وحطيناه لنثبت أننا كما كنا وكما عرفتمونا سنكون حريصين على الوفاء بالعهد وبالوعد، ونكون من أول المدافعين عن الكويت وأهلها، ونكون كما كنا من أول المحاربين للفساد والفاسدين. نحن كما كنا على حالنا، ما غير الوقت فينا شيء، نعيش بكرامة نفس ونموت ما خنا. ندور بياض الوجه يهل الضمير الحي، ونعز الرفيق ولا يجي هالخطأ منا. إخواني الكرام، أنا عندما أقول مثل هذه الكلمات أؤكد بأن المفروض أن الرجال لا تتغير، وبأن المواقف لا تتبدل مهما مرت السنين وتغيرت الظروف والأحوال. واليوم حنا في مرحلة حساسة من مراحل الكويت. اليوم حنا في مرحلة في مفترق طرق، تنتهي مرحلة وتبدأ مرحلة بعد 26/11 يوم السبت القادم. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ونحن نخشى، وأكثر ما نخشاه، أن نصل إلى مثل هذه المراحل. إخواني الكرام،
مرحلتين مرت على الكويت، مرحلة حالية ومرحلة سابقة لها، وما نخشاه مرحلة المستقبل. لن أذهب بعيدا في الماضي، ولكن لنتكلم عن مرحلة من المراحل القريبة أثبتت فشل الدولة في كثير من الأمور، في المجال التعليمي وفي المجال الصحي في كل مجال من مجالات الدولة. أثبتت الحكومة بشكل ملفت للنظر ومع سبق الإصرار بأنه فشل وراء فشل. يمكن بالسابق كان الفشل بشكل سري، الآن أصبح الفشل بشكل علني مع الأسف. مثل بسيط على الفشل الإداري بالدولة: تخيلوا مراسيم أميرية تصدر باسم الأمير ويوقعها الأمير تبطل بسبب خطأ في الإجراءات. دولة ما تستطيع أن تكتب مرسوم يوقعها الأمير بطريقة صحيحة، ومع هذا لا يحاسب من كتب المرسوم، ولا يحاسب من راجعه، ولا فيها حد يحاسب أبدا. أجريت انتخابات كما عرفتم في أكثر من سنة، وصفت الناس بالطوابير، مرة في الشتاء ومرة بالصيف، وبعدها يصدر حكم من المحكمة بالحل. ليش؟ لأن مرسوم الحل المجلس السابق خطأ. طيب، هل يقبل أن يبقى جهاز أصدر هذا المرسوم أن يبقى يزاول عمله ما يحاسب فيه أحد؟ خذ أمثلة أخرى: قضية سحب الجناسي، عوائل كاملة تجرد من هويتها ووطنيتها بسبب خلاف سياسي. ما كنا نتصور في يوم من الأيام أن تصل الأمور إلى ما وصلت له. عائلة تمسي كويتية وتصبح بدون، بسبب خلاف أحد أفرادها، خلافا سياسيا مع بعض السياسيين، وكأننا لسنا في دولة الكويت. سجن أصحاب الرأي، متى كانت الكويت تسجن من يتكلم ومن ينتقد؟ ولكن من يسجن هو من ينتقد الفساد، وهو من يهاجم الفاسدين، وهو من يهاجم الخطأ في البلد. أما من يتجنى ومن يسرق ومن يتطاول ومن يتجاوز يطلع ويخرج ويرجع، ما حد يقول له شيء. آخرها مثل ما شفتوا في المجلس السابق والوثيقة الاقتصادية: مجلس يوقع على وثيقة اقتصادية وهو ما يعرف اللي فيها. والحمد لله أنها بيّنت قبل ما ينتهي المجلس أول مشكلة عندهم، وهي مشكلة البنزين. مجلس يوقع منا 33 نائب لطلب جلسة خاصة لمناقشة موضوع يهم الشعب، وما تعقد الجلسة ويحطونها جلسة جانبية، وبعدها ما شاء الله تبارك الرحمن ما قصروا، عطوا كل مواطن كرت بنزين ب6 دنانير، حلوا المشكلة. في المقابل أموالنا المليارات مودعة بالبنوك بدون فوائد، وإذا واحد يبي يروح ياخذ قرض البنك يعطيه قرض بفائدة، والمال مال الدولة. فوق هذه، علشان تعرفون الفشل، في سنة من السنين مؤسسة البترول اشتركت مع شركة نفطية عالمية بشراء شركة نفطية أخرى. بعد فترة الشركة العالمية باعت حصتها. توقعوا من باعتها عليه؟ باعتها على شركة إسرائيلية، ولمدة 7 سنوات ما حد يدري أن الشريكنا اللي فيها الشركة هذه إسرائيلي.
وين أجهزة الرقابة؟ وين ديوان المحاسبة؟ حتى مجلس الإدارة الخاص بالشركة اللي يجتمع. ما تعرف أن الشريك الجديد اللي معاك شركة إسرائيلية؟ شو يدل عليه هذا؟ يدل على فشل ذريع في الأداء الحكومي اللي قاعدة تسويها الدولة. قس عليها أيضا شغلة ثانية، الكويت أول دولة تنشئ الصناديق السيادية اللي هي الاستثمارات اللي حنا قاعدين نستثمرها للمستقبل. متى أسست الكويت الصندوق السيادي؟ وهذا هنيه المشكلة. الصندوق السيادي بالكويت أسس سنة 1953. 1953، انتبهوا للتواريخ يا أخوان. إجمالي من ذاك الوقت ليه الحين إجمالي استثماراتنا 548 مليار سنة 1953. بلد مثل النرويج أسست صندوقها السيادي سنة 1990، يعني سنة الغزو عندنا. احنا 53، هم أسسوه سنة 90. إجمالي صندوقهم وصل 882 مليار، وحنا قبله أكثر من 40 سنة أو 30 سنة. حتى الدول الخليجية اللي جت بعدنا، السعودية أنشأت صندوقها السيادي سنة 71، هالحين قيمة صندوقها 757 مليار. أبو ظبي أنشأت صندوقها سنة 76، هالحين صندوقها 773 مليار. وحنا اللي لنا هالحين أكثر من 60 سنة صندوقنا السيادي أقل. أضف لها صفقة الطائرات اللي اشتروها الدول الأخرى، الطائرات الحربية الدول الأخرى تشتريها بقيمة وإحنا نشتريها بدبل القيمة. هذا دليل واضح على الفشل مع الأسف اللي تعانيه الدولة من سوء إدارتها. الدولة محتاجة نفضة قوية، تغيير القيادات التنفيذية اللي موجودة في البلد. الدولة محتاجة مجلس وزراء حقيقي، ما هو مثل مجالس الوزراء السابقين والحاليين. ترى اللي قاعد يدير البلد ما هو المجلس الوزراء اللي قدامنا، اللي قاعد يدير البلد مجلس وزراء بالظل، أكثر ما يمكن أن يطلق عليه مجلس رجال أعمال. هم اللي قاعدين يدورون الأمور، والمشاريع المليارية تقر وتطرح وترسى ولا تنفذ. وخير دليل عندكم جامعة الجدادية وجسر جابر ومستشفى جابر وغيرها. 35 مليار أقرت للتنمية، وينها؟ شفتوا شيء؟ شفتوا على أرض الواقع شيء اسمه تنمية؟ ما شفنا أي شيء. شلون نغير؟ تغيير واقع الحال ما يجي بيوم وليلة ولا يجي من نفسه. والشخص اللي قاعد على كرسيه وينهب لا يمكن يمشي إلا تجيه رجال تمشيه. لذلك يا أخوان، ترى تحديات المستقبل اللي قلناها في عنوان الندوة ما يغيرها إلا أنتم. أنتم أصحاب القرار اللي رايح يقلب المعادلة فوق الفاسدين. أنتم أصحاب القرار اللي رايح يعيد الكويت جوهرة للخليج كما كانت. أنتم أصحاب القرار اللي راح تقدمون الناس اللي يستاهلون وتوخرون الناس اللي ما يستاهلون. لذلك يا أخوان، أنا أعتقد يوم 26/11 هو يوم القرار ويوم الاختيار. تراك ما تروح تصوت لابن عمك
ولا قريبك، ترى المفروض تروح تصوت للكويت. القضية ما عاد أصبحت قضية معاملة، وما عاد أصبحت قضية تتوقع لي نقل. اليوم السكين وصلت العظم، بدوا فيكم بالبنزيل وباكر راح يرجعون على الكهرباء والماء والتعليم وكل شيء. ما فيه دولة في العالم تقول نبي نسوي خصخصة كاملة للتعليم. كل دول العالم حتى الدول المتقدمة فيها تعليم حكومي تعليم خاص. ما فيه دولة تقول خصخصة العلاج. فيه علاج على الدولة وفيه علاج قطاع خاص. بعدين لما بيجون يخصخصون التعليم، يا أخي أنتم ما قاعدين تقبلون خريجين الثانويات الخاصة في كليات الشرطة والجيش بحجة أنكم تقولين المستوى ضعيف. شلون بتقلبونها كلها تعليم خاص؟ تضحكون على أنفسكم ولا تضحكون على البلد ولا بتدهرون البلد؟ جامعة لها 10 سنين وراح تكمل 20 سنة ما تنفتح. ليش؟ علشان أصحاب الجامعات الخاصة يستفيدون، وآخرتها يقولون بيبيعونها. من اللي يقدر يوقف بوجيههم؟ ما يقدر يوقف بوجيههم ناس بصامة، ولا يقدر يوقف بوجيههم ناس تاخذ بجيبها وتمشي، ولا يقدر يوقف بوجيههم ناس تبيعكم بأول سومة. إذا ما توصلون رجال تحملوا اللي يجيكم. البلد ما هي ملك لحد، البلد ملك أهل الكويت كلها. واليوم هذا يومكم وهذا قراركم. أنت إذا أخذت ورقتك ورحت ورا الستارة ما يعلم فيك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يراقبك إلا ضميرك. عط صوتك للي أنت تأتمنه على نفسك وعلى بلدك وعلى عيالك وعلى أحفادك، لا تعطيه قريبك. ترى المجلس القادم مهمته كبيرة جدا، كبيرة حيل. أول مشكلة راح تواجهه معالجة القوانين والمشاكل اللي قررها المجلس اللي فات. راح تصير مهمته بس يراجع هالقوانين ويعدل فيها ويشيل منها ويحط فيها، لأنها قوانين سلقت سلق، قوانين ما فيها من المصلحة العامة للبلد والمواطن أي شيء إلا ما يفيد التاجر. وضع المجلس القادم أنا أمثله بمثل. أنتم تشوفون يمكن كثير منكم من ذهب من أفراد أسرته للعلاج بالخارج. أكثر المرضى لما يروح المستشفى بالخارج يقولوا له أول شيء راح نعالجك عن العلاجات اللي أخذتها بالكويت، قعد لك 2 3 أشهر نعالجك عن العلاج اللي أخذته. ترى المجلس القادم راح تصير مهمته هالشكل. أول شيء راح يعالج الوضع السيء اللي ورثه من المجلس الحالي. لهالأسباب يا أخوان، بداية العلاج هو أن يأتي مجلس منتخب يمثل الكويت من رجال يمثلون أهل الكويت، ما يمثلون عليهم. أنت لا تنجح لك واحد يضحك عليك يمثل عليك، يدعي قدامك إنه نظيف ويدعي قدامك إنه شريف وبطل ويبي يسوي وإذا راح ترس مخباته وباعك. ترى من شراك بقيمة سعرها محدود يبيعك بنصف القيمة اللي شراك بها. لا تبيعون أنفسكم وبلادكم. ترى الكويت أمانة اليوم في يدينا ونحميها، لكن إذا سلمناها للناس اللي قاعدة تنهبها وكأنها شركة مقفلة يبي يصفونها ويمشون، وين يروحون باقي الشعب الكويتي؟ شو يسوون؟ من نخليها حقه؟ نتركها مثل النواب اللي يجون يبيعونها؟ لا يا أخوان، القضية ما نطالب لأنفسنا بالصوت. قدامكم ناس كثيرين شرفاء بالدائرة ويستحقون أن يمثلون الكويت. اختاروا من ترونه، بس لا تختارون سيء، اختاروا الشريف النظيف.
يا أخوان دائما نقول في زياراتنا وفي كل شيء، في كل الأماكن اللي زرناها، ترى العضو الضعيف لا يسر نفسه ولا يسرك، لأن بسرعة يحطون يديهم عليه، واللي يحطون يديهم عليه عليه السلام. وشفتم من الستينات لما الحين تشوفون الأعضاء وتشوفون أدائهم. ترى مقبول أنك تغلط أول مرة، مقبول تغلط أول مرة وتنتخب لك واحد ما يطلع حسب ظنك، لكن اللي مو مقبول أنك تكرر الغلطة وترجعها مرة ثانية. اللي تردى فيك هالمرة راح يتردى فيك المرة الثانية، اللي باع الوطن راح يبيعه مرة ثانية. درب الفساد طويل وكبير ومغري مغري، اللي يبي يدنفس ويخنفس يبي يلقى، وناس بس ينادون له يقول له تعال. والضحية من هو؟ ضحية أنتم ووطنكم. حنا اليوم ما عاد نبي زود، بس لا يجينا نقص. طرقنا من متى؟ روحوا طريق صباح الأحمد الله يعينه له، شاحنات ومقاولين وكل اضرب بس، حتى سمي شارع الموت. حكومة مو عارفة شو تسوي، حتى مشاريعها فاشلة فيها، حتى في قراراتها فاشلة فيها. إلى البارح حنا الانتخابات بعد 4 و5 أيام، إلى البارح يشطب مرشحين ولا حد يعرف شنو السبب. طيب الانتخابات يوم السبت، من متى؟ المصلحة من؟ شطب الداهوم وشطب عاطف وشطب النيف وشطب الثاني يعني كل هالفترة أنتم مو عارفين شو تسوون؟ لذلك يا أخوان أنتم حطوا في مخكم إن حكومة هذا أدائها لازم تحسبون حساب كل شيء يجي منها، لازم تأخذون أنتم القرار بيديكم اليوم، ما هو بيدين أحد ثاني. 26/11 يحسم الأمر، لما تحط ورقتك في الصندوق انتهى قرارك، لو بقيت تطلعها ما عاد تقدر، انتهى. لا تحط ورقتك، لا تحط قلمك على اسم إلا أنت واثق منه، ترى ما حد داري عنك. ترى لو مريت لي وقلت لي أنا معطيك صوت، ترى صدقك ما أدري أنت من عطيت، ما يعلم فيك إلا الله، لكن عطها الصوت للكويت. والله إذا طلعتم رياجيل فيها خير ما تندمون، والله تقعد في بيتك وانت مرتاح، وإذا جاء تصويت ما تخاف وتحط يدك على قلبك وتقول عسى رفيجي ما يفشلني ولا يخذلني قدام الرياجيل، ترتاح. يا جماعة السالفة ترى أكبر، أنتم ترى بخير ما تدرون عن اللي قاعد يدور. حنا في وضع إقليمي سيء، الدول المحيطة فينا تلتهب، نار تلتهب، إذا ما فيه ناس حكماء وناس على مستوى المسؤولية ما نضمن شو يصير لنا باكر مع جيراننا. وضعنا الداخلي كل شيء رايح يرتفع عليكم، كل شيء رايح يرتفع، لا تقولون ما عندنا خبر. بدأوا في البنزين، باكر الكهرباء والماء وكل الرسوم راح ترتفع. على أي أساس تزيد سعر البنزين في سلعة منتج وطني؟ حنا دولة نستورد البترول علشان تقول لنا بنرفع عليكم سعر البنزين. وصل سعر البنزين $150 ما استفدنا شيء، نزل سعر البنزين إلى $40 ندفع حنا الفاتورة. ليش؟ هذا كلام ما حتى أثير في مجلس الأمة مع الأسف. كل اللي سووه 6 دنانير شتي بنزين قالوا عطوها الناس. إلى هالدرجة الكويتيين عندكم رخيصين؟ 6 دنانير ما تعبي سيارة السايق حتى. يا أخوان الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس
أن تحكموا بالعدل إن الله يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يا أخوان، في 26/11 أنتم من يسند القرار والأمر إلى أهله أو غيره. ترى ما حد رايح يجبرك تعطي منه، ما حد رايح يعطي. أحسنوا الاختيار. يوم 26/11 السبت القادم القرار لكم والاختيار عليكم، والكويت في أرقابكم وفي ذمتكم. لا تبيعون الكويت رخيصة وتطلعون مجلس مثل ما كان المجلس السابق. طلعوا مجلس على الأقل يحمي الكويت، طلعوا مجلس يرسم سياسة الكويت للمستقبل، طلعوا مجلس يقول لها للكويت ارتاحوا فأنتم في أمان. في الختام يا أخوان، أنا سعيد بأني التقيت معكم الليلة وشرفتوني في هذه الزيارة الكريمة التي أعتبرها تاج على رأسي ووساما على صدري. تشرفت بوجودكم وبلقائكم وبحضوركم. أسأل الله أن نكون عند حسن الظن، وأسأل الله أن لا يخيب رجاء الكويت بأهل الكويت في أنهم يوصلون من يستحق تمثيل الكويت. مرة أخرى أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى أن تكون كلماتي خفيفة على مسامعكم، وإن كان هناك جزئية ما قلتها فيما فرض علينا من قضية البنزين وغيره. تدرون شغلة واحدة يا أخوان أنا كانت في بالي وما قلتها. في خلال من سنة 2014 إلى 2015 الأجانب اللي عندنا طلعوا ما يقارب من 18 مليار دولار. تدرون هذول لو وضع عليهم ضريبة 4% أو 5% تغطي اللي خذوه منا بالبنزين وغيره. من 18 مليار يشتغلون ويأخذون بالكويت يودون برا في سنتين 18 مليار. لكن لا يجون الغريب ولا يجون التاجر ولا يجون الكبير، شرهم بس على جيب الفقير. واشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.